هلا يا عسلاتي. اليوم طبختنا صالونة عدس الهندية، سهلة وبسيطة واتمنى تعجبكم. حطوا لي لايك وشير واعجاب وكومنتات حلوة مثليكم. يلا شوفوا الفيديو واستمتعوا، وكتبوا لي اي وصفة انتم حابينها مثل ما قلنا تحت، وان شاء الله بطبقها. ويلا حطوا لي لايكات 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 وكومنتات وشيرات وسبسكرايب، بس احبكم وايد يا عسلاتي، ونشوف طبخة اليوم واتمنى تعجبكم. شوفوا الفيديو. نحتاج عدس نص كوب، 3 طماطات، شوية ورق صالونة، ملعقة شاي ونص من الكركم، ملعقة شاي ونص من الفلفل، وملعقة شاي ونص من الملح، ملعقتين طعام زيت، وملعقة طعام توم وزنجبيل مطحون، وربع ملعقة طعام ليمون أو ملح الليمون. أوكي، نحط هذه كل المكونات في قدر الضغط، ونحط ماي نغمر المكونات، الماي يغمر المكونات، ونطبخها 15 دقيقة. خلاص، ملح الليمون يحصل بكل مكان، اسألوا عن ملح الليمون، وبالهندي يقولوا لي كتي شكر. خلاص، نحط كل المكونات ونحط ماء يغمر المكونات مثل ما قلنا، ونسكر على قدر الضغط بشكل جيد، ونطبخه 15 دقيقة. خلاص، للطشة نحتاج زيت، حبوب الخردل، حبوب الكمون، كركم شوي، ورق صالونة، فلفل أحمر مجفف، وثوم، حب ثوم. أوكي، شوفوا هنا بعد 15 دقيقة طلعت طبعا سكيتها وضفت شوية ماي. انتي على حسب الغلظ اللي تبيها غليظة تبيها خفيفة، على حسب شو تضيفي الماي. فضفت الماي وبعدين نهرسها. أنا أحب هراسة الخشب فنان، يطلع طعمها غير خيالي. تقدر تسوي بالهاند بلندر عادي. أوكي، تهرسيها وتخليها تطبخ مثل ما شايفين 5 إلى 10 دقايق. والشطة نسوي زيت وكل المكونات اللي قلتوا لكم للطشة، خردل، كمون، وثوم حب، ورق صالونة، كركم، والفلفل الأحمر المجفف. ونخليه طبعا كله مع بعض على نار عالية، ما نحرقه، بس شوية نطشه بالزيت. أوكي، ونحطه على العدس آخر شيء، ونطبخه دقيقتين بس مع العدس. أوكي، طشة مع العدس دقيقتين، ما نحرقه طبعا. أوكي، كل المكونات، وبعدين تحطي آخر شيء الكركم، شوية كركم على نار عالية، ما تحرقيه طبعا. وخلي اللي هو الطاسة تكون خاصة للطشة. أوكي، خلطي شوي وضيفي لين العدس. شفتوا كيف سهل وبسيطة ولذيذة على فكرة، جربوها. خلاص، مع أي شيء مقلي، مع شار، جربوها مع أي شيء، مع البابر. أوكي، وهذه الوصفة جاهزة بالعافية علينا وعليكم. لايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة وشيراتكم. باي باي.